تعالى مع بعض نرسم قطعة المطبخ العليا. تمام. ودي هنعمل فيها ايه بقى؟ اول حاجة هندوس على التي اللي هو الميجر. تمام. ونشد لقدام. العمق بتاعنا بيبقى من 30 ل 35 سنتي. احنا هنختار هنا 30 سنتي. تمام. ونيجي ناخد خط رأسي كده، وناخد بعديه عمق 120 سنتي. وده ليه؟ لأنه مقاس وحدتين جنب بعض. ماشي، حلو أوي. 120 وانتر. نرجع بقى تحت. في ملحوظة على ال قطعة المطبخ اللي فوق مختلفة عن قطعة المطبخ اللي تحت، إن الأرضية بتاعتها الخشب دي بتبقى داخل اليمين والشمال، عكس وحدة المطبخ اللي تحت. ودي القطعة اللي تحت. تمام. القطعة اللي تحت بتبقى أكبر، وبتشيل جواها الأيمن أو الجنبين. تمام. فاحنا أول حاجة هنعملها مع بعض هي مقاس القطعة اللي تحت، ودي هناخد من الجنب 0.018 اللي هو 18 ملي. تمام. وده مقاس لوح الكونتر او لوح الام دي اف اللي انا مستخدمه، بيبقى حوالي 18 ملي، وساعات بينزل ل 17 وكسور. تمام. هناخده من كل جنب 0.018، من ورا 0.018، ومن قدام 0.018، يعني 18 ملي من كل جنب. كده اقدر اعمل الارضية اللي هي القرصة بتاعت الارضية. تمام اهي. ده بالريكتانجل ار اي. طيب خلاص. تمام كده معايا. اعمل دبل كليك على الجزء بتاع الارضية، وكليك يمين وميك جروب. ليه بعمل كل شوية جروب؟ كل ما اعمل جروب يعني محدد شغلي يبقى مرتبط ببعض. لما اخلي شغلي مرتبط ببعضه اقدر بقى اعدل فيه براحتي، امسح الارضية، امسح ده، هيبقى براحتي. تمام. دبل كليك. تمام. بي. وما تنساش تدوس على الكنترول عشان يعمل لك علامة الزائد اللي انت شايفها دي. اطلع بعلامة الزائد لفوق 0.018. الرقم ده هنقعد نعيده كتير عشان نحفظه، وعشان ما ننساهوش حتى انا يعني. تمام. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل الجناب بتاعتنا. هناخد الريكتانجل وحرف الار. تمام. وهنيجي من الجنب هنا لهنا. هنا خلاص مش محتاجين نحفظ مقاسات طالما بدأنا صح. دبل كليك على الفراغ، كليك يمين، ميك جروب، دبل كليك عليها بي، واتأكد انه دايس كنترول عشان علامة البلس دي تبان. لو العلامة موجودة ما بدوس الكنترول، لو العلامة مش موجودة بدوس كنترول. اطلع فوق وارفع 70 سنتي، 0.7، عشان انا شغال بالمتر. تمام. طيب ادوس على المسطرة عشان يديني علامة السهم. اطلع من بره. ادي القطوع او الجنب اليمين. حرف الام عشان اعمل كوبي. هو طالع لي موف صح. تمام. ادوس كنترول بقت الموف كوبي، وانقلها هناك اليمة التانية. حلو كده. تمام جميل. كده بقى عندي الجنبين. زي ما اتفقنا انه القرصة اللي في النص هتتكرر 3 مرات. تمام كده. هناخدها من نصها هنا، ونحطها في النص بتاع الايمين، وهي ناخدها من فوقيها لفوق. وبكده يبقى عندنا قطعة المطبخ العليا موجودة اهي. حلو خالص. اعمل لها الجانب الخلفي. الجانب الخلفي بتاعي نعمله ازاي؟ ادي ريكتانجل. لو مش عايز ادوس على الار اهو. حلو خالص. واخده من هنا لهنا.
دبل كليك عليها بي، واعمل كنترول عشان يديني بلس. نسينا حاجة مهمة، مش مشكلة، هقول لكم نعالجها ازاي. ونعمل 0.018 ادي 18 ملي. لو دوست هنا 3 دوسات مش دبل كليك 3 هيعلم على الجزء ده، واعمله ميك جروب كده. دي الخلفية. طيب نيجي قدام هنعمل ايه؟ هقول لكم الطريقة اللي انا بستخدمها. ريكتانجل حرف الار، وندوس من كورنر هنا لكورنر هنا، ونعمل دبل كليك هنا وكليك يمين وميك جروب. تمام، ادي بقت عندنا حاجة واحدة او جروب واحد. نفتح حرف التي ونجيب من هنا. التي بيديني اكس اكتر من انه ميجر، يعني انا بستخدمه دايما يديني النص. فاهميني اكيد، لكن مش عشان اقيس اكتر. في الغالب بستخدمه ان انا اعمل اكس كده، وبعد كده اخد منه لليمين 0.001 يعني ملي. طب انت ايه لازمة الملي اللي انا باخده؟ هل ده في التصنيع؟ لا مش في التصنيع. هل ده لما انا بشتغل؟ لا، انا باخد في الخلاصات بتاعتي كسور من الملي. طب انا ليه بستخدم ملي هنا؟ هقول لك. لما اجي اعمل ريندر، الريندر الفرق بين المحترف والمش محترف والكلام ده هنعيده ونزيده 1500 مرة طول ما احنا ماشيين مع بعض. بهتم قوي ان انا اعمل فراغ بين الماتيريالز، حتى لو انا لما باجي اركب بركب زيرو جوينت. طب الفراغ ده بيبقى موجود؟ مفيش اي مادتين على بعض لازم يكون بينهم هفوة. طب الهفوة دي لازمتها ايه؟ لازمتها تدي سواد، تدي ظل. طب لما تدي ظل يدي رياليتي او يدي واقعية. تمام، الكلام ده مع التجارب بيبان الفرق بين الصورة القوية والصورة اللي مش قوية. مثلا جلد الإنسان، الجلد أو البشر كلها لون واحد، ممكن بنسبة نسبة كبيرة ممكن تبقى كلها لون واحد، بس لأن ده مثلا، لأن ده الوش ده سلندر أو دايرة أو تلاقي جزء فيه ظل وجزء ما فيهوش ظل، يبقى فيه نور. طب الجزء النور مع الظل ودرجات الظل وسحبتها، زي ما احنا عارفين كمهندسين فنون تطبيقية كلنا في هذا الهم سوا، انه درجات الظل والنور هي اللي بتبين حاجة اسمها رياليتي، الحاجة اللي بتبين اللي هي الواقعية. نيجي بقى هنا تاني وهندي نفس 0.001 اللي هو نفس الملي تقريبا، و ال اللي هو البنسل، ونرسم من فوق لتحت خط، ومن تحت لفوق عند. هسألكوا سؤال واتمنى الاقي الردود في التعليقات. ليه ما استخدمتش فكرة الاوفست؟ ليه ما عملتش اوفست هنا؟ اتمنى اسمع ردود، اقرا ردودكم في التعليقات. تمام، هنا بنمسح بالاي ريز، وبعد كده نعمل السهم ده بالمسطرة بي وكنترول، واخد كده انا اسف، لا تمام 0.018 وده اخوه ناخده عليه كده. وكده يبقى خلصنا قطعة المطبخ العليا هنا، واستخدمنا السفلى في الفيديو اللي فات. تمام، اتمنى ان يكون شرح تمام ووافي وعجبكم، واتمنى كمان ان انا اشوف تعليقاتكم ان كان في اضافات محتاجين تسألوا عليها. انا تحت امركم في اي وقت.